اهلا وسهلا بكم. موقف تاريخي من الاهلي تجاه رمضان صبحي، وايضا موقف الاهلي من المهزله اللي حصلت في مباراه الجيش الملكي والسكينه اللي اترمت. الاهلي يا ساده ارسل خطابا رسميا الى الكاف بيطالب فيه بتطبيق السلامه الصارمه قبل مباريات. السلامه الصارمه دي بتكون تقريبا تفتيش قبل مباريات واستخدام تقنيه الفار في جميع المباريات في دوري ابطال افريقيا، وده اللي كان يحصل اساسا. انت اصلا ازاي لحد دلوقتي ما عندكش فار في مجموعات دوري ابطال افريقيا؟ انا مش مصدق. والتالت خبر ده اللي هيصدمك، وهو اسناد المباريات الحاسمه الى حكام نخبه افريقيا، بمعنى صح حكام كبار في افريقيا، عشان اللي حصل في مباراه الجيش الملكي ده ما يحصلش تاني وما يتكررش. المهزله الكرويه اللي حصلت في التحكيم برضه في كذا كوره، ايا كان مين الظالم ومين مظلوم، بس كله كان شايف ان الحكم ده غلط في غلط بعد الاحداث اللي حصلت في مباراه الجيش الملكي والنادي الاهلي. والاداره جمعت مقاطع فيديو من اللي حصلت في المباراه ودلائل ايضا لاعتداء الجمهور على النادي الاهلي، على لعيبه النادي الاهلي، وخصوصا ضغط تريزيجيه والازاز اللي اترمت. وتم الاعداد شكوى رسميه ضد الجيش الملكي وارسلوها للكاف. موقف تاريخي من اداره النادي الاهلي تجاه رمضان صبحي. قرر النادي الاهلي باداره محمود الخطيب تكليف فريقه القانوني بالدفاع عن رمضان صبحي، ويواجه رمضان صبحي ازمتين قويتين. الاولى هي قرارين المحكمه الدوليه الرياضيه بايقافه لمده 4 مواسم عشان انه بياخد منشطات، مع اني ما عرفش بياخد منشطات ولا لا، ده مش تصريح مني، ده قرارات محكمه بس بقولها لك. والثانيه زي ما انتم عارفين قضيه تزويره في حضوره في احد المعاهد الدراسيه. وبس كده. لو عجب الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وقول لي رايك في الكومنتات في المهزله اللي حصلت في مباراه الجيش الملكي والنادي الاهلي.